تابعنا بأول جزء والثاني والثالث، كمل عاد، والرابع والخامس والسادس والسابع، وصلنا للثامن. مشاكل ما خلصت والنقاشات الحادة ما انتهت بين المخرج والممثل وبين الكاتب، وشركات الإنتاج بلشت كمان بالمشاكل، ونحن ناطرين ينفتح باب جديد من بواب الحارة. مورفين. يعني رغم كل الانتقادات اللي طلعت على باب الحارة، يعني ورغم انه في مشاكل صارت بين الممثلين بين المخرجين، لكن ما بننكر ابدا انه كلياتنا رغم نقدنا الكبير لبعض الحالات بباب الحارة او الحلقات او الاجزاء خلينا نقول، لكن بنتابعه وبنعشقه. الدول العربية كلها حتى بالغرب صاروا يتابعوا باب الحارة، في له هيك شيء خاص فيه. ما بعرف، يمكن الاحداث تكون مكررة، يمكن الممثلين زودوها شوي بالصريخ وخناق النسوان. انا بقول لهم انه ما عاد نتحمل مشاكل النسوان بباب الحارة، واللي بيموت ممكن يعيش. ايه هي احلى شيء، هي احلى شيء. يا ريت هيك نضل بباب الحاره ويموتوا ويرجعوا. كاتب مروان قاروق، يسعد مساك. يسعد مساكم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. التقيت فيك وقت كان الجزء الثاني، لما بتعرض الثاني كنت معنا على الهواء، ورجعنا نكون معك بالجزء الثامن. سنين مرت، اجزاء كثيره، مشاكل كثيره، وهلا لحتى انه وصلنا للجزء الثامن كان في مشاكل وصلت للقضاء. نعم. بين شركه قبنت وشركة ميسلون، وبين بسام الملا المخرج طبعا مع حفظ الألقاب، وبين حضرتك والكاتب سليمان عبد العزيز، الاسم اللي يطرح حاليا. خبرنا أنت. هي المشكلة هي مو مشكلة كانت، لكن مع احترامي الأستاذ بسام ملا باسمه الكبير هو سواها مشكلة. أنا من عادتي إنه من بعد الجزء الثالث أعطي الأستاذ بسام ملا إذن مني بكاتب العدل انه يكتب كاتب غيري يكمل باب الحارة. يعني انا من الجزء الرابع حتى السابع ما انا كتبته، شفتوا انه طلعت اسماء غير اسمي. صحيح. وبما فيه هون انا تنازلت بالاستاذ بسام ملا شركة ميسلون عن السادس والسابع، انما كان في هو كان مقدم لي ورقة انه تنازل كاملا، وهذا ما صار طبعا بكاتب العدل. انا صححت هالتنازل هذا وكتبته يعني كاتب العدل بايده بخطه كتبه، بس 6 و7 كتبه. يعني هو باعتقاده انه لساته بيملك باب الحارة بما بعد السابع والثامن والى اخره يعني. لكن هلا القضاء هو شغال، وهلا طلعت اول قضية محكمة بتثبيت العمل لشركة قبض للدكتور محمد قبض، وده صار حكم صحك انت ككاتب. نعم. وتم تثبيته بلجنة صناعة السينما، ولسه في المحكمة هلا ان شاء الله هلا حتفصل بيناتنا. طبعا المحكمة السورية محكمة عادلة الحمد لله، ولحتبين الحقيقة ولحتبين لكل واحد حقه. اذا له حق بياخده، واذا انا لي حق ايضا حاخده منه ان شاء الله. حضرتك هلا بلشت تكتب او خلصت كتابة الجزء الثامن والتاسع؟ انا الثامن هلا بنهايته ان شاء الله. نعم. يعني ان شاء الله السنة حنشوف احداث جديدة، مثل ما قال فهد ممكن انه يظهر ناس ماتت اختفت بالمسلسل. يعني في شيء احداث رح تكون يعني بصراحة تكسر هالروتين اللي مرقنا فيه بالاجزاء الماضية، شيء جديد مختلف عن القصص اللي تعودنا عليها باجزاء كتير. يعني بصراحة صار في روتين. صحيح. لا الجزء الثامن رح تشوفوه كما كان الاول والثاني والثالث اللي انا كتبتهم. رح نشوفوا بهالقوة، بهالإنسانية، بهالجمالية. رح نشوف مثل ما صار الرابع إلى السابع، يعني قصص كلها مفتعلة غير منطقية وصار حشو. يعني ما بدي لك أنا بدي أطعم بالعمل، إلا إنما المشاهد هو المشاهد. عم يقول عن الأجزاء ما بعد الثالث هو يعني صار خف مستوى الفني والدرامي والقصصي والمحاور. يعني صار يعني ولادي أكثر ما يكون هو عمل درامي كبير يعني. إنما اسمه الكبير اللي انشهر فيه باب الحارة بالدول العربية وبالعالم والمغترب كمان أيضا بالعالم الغربي، لا زال مطلوب إلى الآن. يعني باب الحارة مطلوب، لذلك هو صارت سلعة تجارية قبل بعد ما تكون هي يعني
عمل الدرامي، يعني صار هو صفقة تجارية مو أكثر. يعني شفنا نحن الأجزاء ما عاد عمل إبداعي؟ نعم، يعني قصدك ما عاد عمل إبداعي؟ شفتوا انتم يعني ما عاد في هلا يعني صار في تكرار، يعني في شيء مو منطقي يعني. صحيح. يعني شخص ابو عصام مع احترامي الكبير الاستاذ العملاق عباس النوري بالجزء الثالث نحن غيبناه على انه توفى، وعملنا له عزاء وعملنا له يعني عملنا له عده اشياء، منه تقسيم الورثه حتى قسمنا له اياها. انما كيف بيرجع للاساس هذا غير منطقي. يعني تعتبر انه صارت القصه تجاريه بصراحه؟ طبعا تجاريه، طبعا شيء عم يجيب مبالغ، شركات انتاج ضخمه، تلفزيونات كبيره، وبالنهايه عم تطلب مسلسل باب الحاره. استاذ مروان، يعني بالجزء الثامن شو نتوقع هيك؟ اعطينا هيك شيء حصري لفرح فين. وفي اشخاص رح يطلعوا من باب الحاره وكبار كمان، واشخاص كانوا غايبين رح يرجعوا لباب الحاره، منهم شخص ابو غالب تحديدا. بليلة نعم، حيرجع بقوة بقصة كبيرة جدا. وايضا فتحت حارة كبيرة كمان، فتحت حارة كبيرة بقصص جديدة. وانا هلا عم اثبت الحالة الاجتماعية اللي كانت سائدة بتلك الفترة. يعني نحن من اول جزء باب الحارة الى السابع لما عم نثبت الحالة الاجتماعية او الحالة السياسية اللي كانت في الفترة، ما عم نثبتها بحقيقتها يعني. حتى الحالة الثقافية ما كانت موجودة. صحيح. انا هلا عم ثبت الحالة الثقافية والاجتماعية والسياسية بالفترة 41. تعرفي كيف؟ 41 يعني حنشوف نحن بداية الحرب العالمية الثانية، حنشوف تبدل الاحتلال الفرنسي الى انه يوعد الناس بالجلاء، حنشوف شخصيات جديدة، حنشوف احداث جديدة كمان. فترة الاربعينات يعني قصدك؟ 41 على التمام، بداية الحرب العالمية الثانية يعني. نعم، رح نحكي عن تفاصيل الحالة الاجتماعية بتلك الفترة، وايضا كمان بدنا نثبت الحالة الثقافية، انه كان نحن عندنا معاهد، عندنا معاهد طب، عندنا جامعات طب، عندنا معاهد محاماة، عندنا كان جامعات. يعني هذا كله حسبته ان شاء الله بالجزء هذا الثامن ان شاء الله. ان شاء الله. الله يقويك، وبنشكر كثير يعني رجوعك لنا استاذ مروان قاووق. يعني غني عن التعريف، انا بعرفك وبعرف نفسيتك وكيف تكتب وين بتروح وكيف هيك بتدقق بكل تفصيلة بتكتبها، وعشقك للحارات الشامية القديمة. هذا الشيء انعكس على الجزء الثالث بكتير، كان له هيك صدى كتير كبير. ان شاء الله بترجع الاجزاء. كم جزء لسه باقيين؟ هو انا عامل عقد مع شركة خبند العملاقة 3 أجزاء للعاشر، للعاشر يعني السنة جاي عنده شهادة باب الحارة. يعني بنفرض انه ممكن توصل للمرحلة اللي احنا عايشينها، يعني ممكن باب الحارة بشخصيات متتالية انه يوصل للأزمنة الحالية. يمكن انا حاطط خطة درامية انه وصل للجلاء بالعاشر. ما بعد العاشر قد ندخل بأصعب مرحلة، هي مرحلة ما بعد الجلاء. على فكرة مرت مرحلة جدا عظيمة ودقيقة بسوريا، هي مرحلة ما بعد الجلاء. أنا بدي أحكي عليها بتفاصيل دقيقة إن شاء الله ما بعد العاشر، يعني بما يشبه العمل الكبير العملاق حمام القيشاني. حمام القيشاني ركز على هيك مواضيع، إنه قدم على هيك مواضيع. أنا بدي أفتح مواضيع جديدة كمان، حالات اجتماعية، حالات سياسية، حالات الأحزاب اللي كانت تلك الفترة، شو صاير. يعني إن شاء الله هذا رح تشوفوه ما بعد العاشر إن شاء الله. رح يكون تصوير بسوريا؟ إيه طبعا لكان حارات الشامية. أنا قلت لك إنه باب الحارة من الجزء الثالث حتى السابع هو كان بتمويل غير سوري. مزبوط. مو سوري. هلا رجع، هو حيكون هلا تمويل سوري بشركة خبند العملاقة إن شاء الله. هذا الشيء رح يكون له تأثير بمجريات الأحداث. إيه طبعا احنا يعني عندي خطة عمل تديك اياها. رح نشوف شيء جديد، حيرجع ان شاء الله باب الحارة في تشويق، فيها الانسانية، فيها الروحانية، فيها الشبابية، يعني قصص جديدة لسه ما انطرحت ان شاء الله. رح يتجوز عصام الرابعة؟ هذا حكي شو هالزواج بقى حاجة نفتح غير شيء. نحن الرجل الشامي همه بس يا نساء اماني. نحن الزواج، نحن مشكلتنا الزواج يعني ومشاكل النسوان. في عنا عدة قصص، في عنا مشاكلنا الاجتماعية كانت تلك الفترة، هي مشاكل الاحتلال اللي كان مسيطر على في كثير قصص ينحكى فيها. انا معك 100%.
والله يوفقكم وناطرينكم ان شاء الله، والله هيك يطول بعمرنا كلنا لنحضر باب الحاره برمضان. الله يوفقك. واسم على مسمى استاذ مروان انه انت هيك المالك الحصري لفكره النص باب الحاره. انت هي ان شاء الله هيك بتكون فتحه خير بالجزء الثامن، وبترجع باب الحارة وأيام الشامية. وبتمنى الله يوفقني كمان أقدم شيء جديد وشيء جميل يحبه المشاهد ويتعاطف معي كمان بقضيتي أنا هلا مع أستاذ بسام ملا. يعني بالحقيقة نحن بنحترم أستاذ بسام ملا، وكان له دور كتير كبير، ونحترم حضرتك وأستاذ سليمان، الكل يعني بالنهاية. أنا ما بنسى أستاذ بسام ملا إنه هو كان سبب نجاحي الأول كمان. لما هو نجاح الأول بباب الحارة هو سبب نجاحي، وأنا بحترمه جدا إنما العلاقات العملية بيناتنا مزعزعة. أما العلاقة الشخصية هو أستاذي الكبير وبحترمه كتير وما بستغنى عنه، ولا زال في اتصال بيني وبينه ولو كان قليل، يعني في اتصالات بيني. إن شاء الله بترجعوا هيك مثل قبل تتحفونا بأعمال حلوة، واعطيني هيك شي شغلة هيك مرق لي إياها. ما بحسن لك شغلة على المعتز بده يطلع من باب الحارة مزبوط؟ يصطفل بده يطلع يصطفل. معناتها طالع. وسامر المصري راجع مزبوط؟ سامر المصري لا ما حيرجع. طيب مين راجع؟ يعني كيف عفوا كيف بده يرجع؟ وشفناه بالخامس شفنا قبره، يعني كيف يعني؟ ابو عصام رجع من غير قبر كمان. يصطفلوا بدك رجعوه والنمس اخوه طلع. على كل حال بشكر كتير حضرتك الكاتب مروان قاووق، ونحن هيك ناطرين عمل مميز من اعمالك واعمال ان شاء الله الاستاذ. السنه بتشوفوا مين المخرج رح يكون استاذ مروان؟ لسه ما تحدد لسه، ولكن حتشوفوا السنه كمان يعني عمل عطر الشام شركه قبنط ايضا حتشوفوا عمل كمان ان شاء الله موازي لباب الحاره. ما حقول لك اقوى او اجمل، لكن موازي لباب الحاره الجزء الاول والثاني. شو قصه شركه قبنط؟ يعني كتير طاحشه الايام ما شاء الله، الله يقويه، واسم يعني صار معروف. شركه قبنط هي متخذه خطه انه بدها تحيي الدراما السوريه من جديد، وبدها تعمل اعمال جديده تنافس الاعمال العربيه تحديدا وليس الاعمال السوريه. وحتى كمان في له كتير هيك اهتمام بالكتاب الجدد، وفي عنده الممثلين الجدد، يعني في عنده شغل هيك مميز نشكره. وايضا كمان في له عمل كان مع شركه جولدن لاين العملاقه، ايضا كمان في شركه كمان جولدن لاين. هلا عم بتفاوض معه العمل ان شاء الله رح يتم. هو في كمان في يعني في قبول من كمان بيئة شامية. بيئة شامية انما متميز جدا عن هي هو اسمه عمل بيت ستي. حتى اقول لك اياها غير بيت جدي، يعني بيت ستي وكتير متميز وجميل كتير، وان شاء الله كمان ينال اعجاب. شو سر العشق للمسلسلات هيك اللي بتعكس البيئة الشامية؟ يعني شو رأيك؟ هو الحقيقة مو نحن كسوريين الكل. نعم الاعمال البيئة الشامية تحديدا مطلوبة عربيا اكثر ما تكون مطلوبة هي محليا صارت هي، لانه المجتمع السوري هو يعيش بالاخلاقيات يعني. انما صارت الاعمال الشامية مطلوبة بالقنوات العربية اكثر، لانه يعني حبوها ويعني وشافوا منها شيء يناسبهم، يعني قد يكون يعني شيء مفتقدين، يمكن رجعت لنا الروح اللي نحن متشوقين لها. نعم شكرا كثير 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 لك. شكرا لكم، الله يوفقك. اهلا وسهلا فيك الكاتب المعروف مروان قاووق، اهلا وسهلا فيك. وفهد تابعت بالحارة؟ طبعا تابعت اول حلقة، اول جزء وثاني جزء وثالث جزء. هلا لما صاروا المرحلة الإعدادية ما عاد تابعته. ما عاد مشيت فيه. هو في اجزاء بصراحة كانت يعني فيها خلل غير طبيعي، تحس حالك انه عم ينضحك عليك، او انت يعني شبه مغيب يعني عن الواقع، او انه يعني صار في استنساخ بموضوع البيئة الشامية بصراحة. احداث غير منطقية، لكن بتتابع لمجرد يمكن تضييع وقت، تعود، ما بعرف. والله انا من زمان ما تابعت، بس كانت تجي الكهرباء وقت كان باب الحارة. كان وقت بالجزء الاول والثاني والثالث كان في كهرباء طبعا. بالجزء الثامن على رأي جورج بتجي الكهرباء. يمكن نشغله على البطارية. يمكن نحن بنرجع على ايام البيئة الشامية، على البابور وعلى ضوء الكاز. ممكن اخرتنا هيك. رح توقف مع مها وراجعين، خليكم معنا. بعرف بانك ساكنني، عايش بروحي مجنني، وجوا حبك اسرني وعم كابر، رغم القسوة اللي بقلبك والتعب اللي مرافق دربك والبعد اللي عشته بقربك. انا
اعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي، اشكي لغيرك قول مش عم تزبط معي، اعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي، اشكي لغيرك قول بعرف بانك ساكنني عايش بروحي مجنني وجوا حبك اسرني وعم كان